السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو. كل سنة وانتم طيبين. ما طلعتش في العيد خالص خالص خالص، ولا بعد العيد ولا قبل العيد. اللهم لك الحمد. اخر فيديو ليكم كان فيديو البسكوت. يا رب يكون الفيديوهات عجبتكم. البسكوت والكحك كان حاجة كده مفاخر من الاخر، حلوين جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب كده كل اللي عنده امتحانات ربنا يعدها له على خير كده ان شاء الله، بالنجاح والتوفيق. معايا عزومة بقى. بصوا هي معايا، يعني انا مش هقول لكم انا لسه عاملاها وبتاع، هي معايا بس انا قلت ارجع لكم بيها. فيها افكار حلوه جدا، فيها تتبيلات حلوه جدا. يا رب ايه تعجبكم. ما تنسونوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. الحقيقه احلى مع غاده عشان يوصلكم كل جديد. معانا هنا اول حاجه هعمل ايه؟ هعمل التتبيله بتاعه الفراخ اللي هدخلها الفرن. معانا طماطم، معانا بصل، معانا علبه زبادي، تمام، معانا فصين من الثوم. حلو كده. بس انا علشان خاطر انا بقول لكم كده ايه، يعني ايه بالويم، بس انتوا كده يعني عشان خاطر يعني حجم بقى الفراخ اللي عندكم حطوها. تمام. حطينا فصين من الثوم، حطينا معلقه كبيره من الخل، حطينا ملح، حطينا فلفل، حطينا كزبره، حطينا شويه كمون. تمام. حطينا زعتر. تمام. هنحط بقى ايه؟ ليمون وزيت. تمام كده. تتبيلتها كانت حلوه جدا جدا، تنفع تحت صينيه بطاطس، تحت خضار، ينفع تحتيها تورلي، اللي يعجبكم اعملوه. تمام. حلوه جدا جدا. تتبيله مش عايزه اقول لكم كانت حلوه قد ايه. ممكن تعملوها كده زي ما انا هعملها بس كده، وتحطوا فيها فحمه برضو بتبقى جميله، وتعملوا جنبها حبه رز بسمتي. تمام كده. هجيب بس كده حبه ميه عشان الخلاط ايه يمشي، حاجه بسيطه خالص. تمام. هنبتدي بقى. بصوا هنجيب الصينيه دي. انا الفراخ دي معايا فراخ بيضه، تمام، يعني حجم الفرخه حوالي كيلو ونص. معانا فرختين. هطلعهم كده احطهم هنا في الصينيه، وبعد ما احطهم في الصينيه يعني ايه هشقهم كده او هشرحهم بالسكينه. تمام. بصوا اعمل بس كده فيها زي شقوق او زي تشريح كده، عشان خاطر التتبيله تخش في كل يعني ايه الفراخ والعظم والجلد واللحم، وتبقى متبله حلوه. انا كده ولا كده اصلا بعد ما خلصتها حطيتها في التلاجة. تمام. انا بدأت قبليها بيوم بالليل. تمام. خلاص كده انا كده تمام. هحط بقى انزل بقى التتبيله دي كلها كده على الفراخ. حلوه جدا جدا جدا. طعمها كان جميل خالص. وهقول لكم كمان على تريكات حلوه تطلع منكم الطعامه اكتر وهي بتستوي. هنزل بس بالاسباتشول كده كده اللي في الخلاط. تمام. هحاول بقى كده ايه بايديا اظبط الدنيا. انا ما بلبسش جلافز في البيت عشان ما حدش يقول لي جلافز ومش جلافز. انا ده اكل بيتي انا، وانا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، واثقه في نظافه ايدي. كوكو اهي. يعني بصوا لازم بقى الطلبات تكتر وانتي بتشتغلي. بصوا هتبل كده كده، يعني هاتوها بقى شمال ويمين ومن الظهر ومن اللحم. وبصوا يعني ظبطوا كده الفرخه عشان تطلع معاكم متملحه حلوه جدا. ممكن تعمليها جنب محاشي، ممكن تعمليها جنب رز بسمتي، ممكن تعمليها جنب مكرونه، ممكن تحطي تحتيها خضار، ممكن تحطي تحتيها بطاطس، براحتك خالص. خلاص خلصتها وقفلتها بقى بالورق الفويل كده. تمام. واحطها في التلاجة لما اجي بقى اسويها اطلعها. تمام. معانا هنا بقى فراخ بلدي، هعمل لها تتبيله حلوه جدا، هتطلع لي الشوربه حلوه قوي، والفراخ هتبقى متطعمه حلوه قوي قوي. انا عايزه اقول لكم ان الفراخ دي عجبتهم اكتر من الفراخ المشويه. تخيلوا بقى، مع انهم عندي بيحب الفراخ المشويه. معايا هنا معايا هنا بصلتين، ومعايا جزرايه كبيره، ومعايا فصين كده من الثوم، ومعايا معلقتين من الليمون، معايا ملح ومعايا فلفل. هدعك الكلام ده الجميل ده كله ببعضه، وهتبل فيه الفرختين دول عندي صحاح عشان انا هسلقهم. وعايزه بقى شوربتهم هعمل بيهم ايه حاجات. تمام. الليمونه دي مش بتبان بس بتخلي لك إيه الفراخ حلوه جدا. ثواني خليكم معايا، هفتح الباب وارجع لكم تاني. هدعك بقى الكلام الجميل ده كله ببعضه. هتبل بقى ايه معايا الفراخ، وبرده هسيبها في التلاجة. تمام. هتبلها بقى كده من جوه ومن بره ومن تحت الجلد ومن الجلد ومن فوق. بصوا مش هخلي حته فيها مش متبله. حلوه جدا جدا. هتدي الشوربه طعم حلو قوي قوي قوي. وبصوا مش عايزه اقول لكم بقى، تعملوا شوربه لسان العصفور هتبقى حلوه، هتعملوا شويه ملوخيه هتبقى حلوه. واحنا في الشوربه هنحط بقى حبهان ومستكه ولا لورا، واعملها ايه بطريقه حلوه قوي. انا كمان خدت الكبد والقوانص بتوع الفراخ اللي هي بتاعه الشوي، حطيتها في الشوربه، بتدي برده ايه طعم، وبتبقى اطرى واحلى من انك انت تشويها. تمام. هكتفهم بقى كده برضك وايه، هغلفهم واحطهم برده في التلاجة. تمام. طول ما انت محضره نفسك ومرتبه دماغك ومرتبه حياتك، بصوا الدنيا هتمشي تمام وزي الفل. ده استرتش اسمه ال جي، وحش جدا يا جماعه، وحش جدا، محدش يجيبه، اسمه ال جي، مش حلو خالص. تمام. مش بيشد كده ومش بيقفل زي ما انا عايزه.
تمام كده زي الفل. برضو ايه هحطها بقى ايه في التلاجة، وظبطت بقى الرخامه بتاعتي وغسلتها وعملتها بالخل، واروح بعد كده على البوتاجاز هشوف اعمل ايه. هنا معانا كيلو وربع من اللحمه المفرومه، هنعمل بيها حوالي 3 اكلات تقريبا، 3 هنا معانا كيلو من البصل، وده كيلو وربع من اللحمه. انا قلت لكم ان اللحمه المفرومه قد البصل قدها، قد اللحمه قدها بصل، بتطلع معاكم حلوه ومسكره وجميله، وما تخافوش البصل مش بيبان. بس انا بحب استعمل في اللحمه المفرومه او العصاج، بحب استعمل قوي قوي البصل الاحمر مش الابيض. تمام. هنا جبت البروسيسور بتاعتي وضربت فيها كل البصل، وتمام كده. هنزل بقى كده بحته سمنه بلدي حلوه كده عشان خاطر اتبل اللحمه. اللحمه دي هحشي بيها بطاطس وهحشي بيها رقاق، وهعمل بيها صينيه كوسه بالبشاميل. هنزل كده معانا كده اللحمه، هنزل بيها زي ما قلت لك، اعملي كميه البصل قد كميه اللحمه في المفروم بالزيت في العصاج. تمام. تيجي بقى انا اقلب كده اللحمه بالسمنه البلدي كده لحد ما لونها كده بصوا يتغير كده وتاخد تشويحه حلوه جدا. انا بحب احط اللحمه الاول. خلاص لونها كده يتغير كده واقدامها يبان، والسمنه اللي انا حطاها تبان ما شاء الله اللهم بارك. بصوا هنزل بقى بايه، بالبصل بتاعي. هنزل كده بكل البصل. البصل لا تفرميه ناعم قوي ولا خشن قوي، تفرميه كده حلو عشان يطلع معاكي مظبوط وما يبانش قوي ولا يبقى مش باين قوي. تمام. هقلب بقى كده كويس جدا، وهبتدي اتبل لحمتي. اول ما حطيت البصل تبتدي بقى تتبلي اللحمه. فلفل اسمر، حطيت حبهان بودر، حطيت ورق لورا بودر، وحطيت ملح وشويه كزبره بيسكرولي اللحمه كويس، بيخلوا يعني اللحمه مسكره حلو. الكزبره جميله جدا. وطوابلك عندك 7 بهارات حطي. بصراحه ما كانش عندي، انا لو كان عندي 7 بهارات انا كنت استغنيت عن البهارات دي كلها، كنت حط ملح وفلفل و7 بهارات بس، لان بيبقى فيها كل حاجه. خلاص كده انا سبتها شويه كده اتعصجت مع نفسها. جيت هنا بقى حطيت نص معلقه من الثوم. مش هتبان، لا مش هتبان، بتدي تست حلو قوي 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 للحمه، تخلي النفس بتاعها حلو، ولو في اي زفاره لا قدر الله في اللحمه بتطلع. تمام. شايفين انا عصقتها ونشفتها حلو قوي، بشم ريحتها ما شاء الله اللهم بارك. بصوا شايفين لون اللحمه، هو ده اللون اللي مطلوب. خلاص كده بصوا بقى انا ظبطت بقى الدنيا وغسلت المواعين وظبطت حالي والدنيا تمام، وبنتي دخلت رصه المواعين. جيت هنا بقى اشتغلت على ايه، على روقان. هعمل ايه اول حاجه، اول حاجه اعملها اشوح الفراخ اللي انا هسلقها واسيبها كده تتسلق، وبعد كده هظبط حالي. حطيت كده الفرختين، وحطيت كده الكبد والقوانص بتوعهم بالتوابل بقى بتاعتهم بقى، بالبصل بالثوم كده اللي انا عملته بالجزر، وحطيت عليها طماطميه كده عصرتها. دي كانت ميه مغليه، لازم تنزلي بميه مغليه. بس حطيت الاول يا جماعه، حطيت سمنه وحطيت فصين مستكه قبل ما احط الفراخ. تمام. حطيت باينه ورق لورا وحطيت مستكه وحطيت حبهان. بصوا تمام كده. بصوا الفراخ التحمير اللي انا حمرتها لها في الاول، هبتدي بقى بعد 3/4 او نص سوا من الفراخ هبتدي املح الفرخه. حطيت ملح وفلفل عشان اللحم كده ايه يتملح كده ويبقى معاكي جميل. بس كده تمام. نقلتها الناحيه التانية، وادي الفراخ. اثناء ما انا كنت بعمل الفراخ حطيت الفراخ التانية في الفرن. بصوا بقى بعد ما استوت اخدت بقى من الصوص بتاعها بحط على الفراخ من فوق. التركه دي بتخلي الفراخ طعمها حلو قوي قوي قوي، جربوها هتعجبكم. بصوا يعني بشوفها كده لقيتها طريه حلوه. هدخلها بقى الفرن هنا من غير ورق فويل. خلاص هي استوت، انا هخليها بقى تاخد ايه التحميره. هنا بقى كان في حد ساعدني يعني وقشر لي البطاطس الصغنونه، وابتدي انا اقورها. بقول لكم شايفين المقوار ده حلو جدا جدا. يا دوبك بس بعمل ايه يعني، بصوا شايفين المقوار ده انا كنت وريت لكم قبل كده في فيديو من الفيديوهات. يا دوبك بس بحدد الحجم بتاع البطاطسايه وبقور البطاطس عادي خالص. شايفين بتطلع حلوه ازاي ومظبوطه. انا بقى هكمل مع نفسي وهرجع لكم تاني. انا مش هحشيها قدامكم، انا هديها البسنت تحشيها، بس هقول لكم تتبيلتها يعني وهعملها معاكم. بصوا زي الفل. هنا بقى كانت بسبوسه هتحشي البطاطس، وانا هبتدي اعمل ايه، صينيه الرقاق الناشف. حطيت ايه، خدت من الشوربه اللي انا كنت محبشاها بقى قدامكم بتاعه الفراخ. بصوا عايزه اقول لكم حلوه جدا، دي طعم حلو قوي قوي للرقاق. حطيت يا دوبك عليها كده نص كوبايه من اللبن. دهنت بقى الصينيه كده، دهنت الصينيه سمنه من تحت، وهحط وهبل الرقاق، واحط كده من كل رقاقه ورقاقه هدهن ايه سمنه بلدي. تمام. بتبقى تطلع حلوه قوي قوي، كان طعمها حلو. حط مثلا 4 من فوق و4 من تحت، 5 من فوق و5 من تحت، مش اكتر من كده، مش اكتر من كده يا جماعه، عشان الرقاقه تطلع معاكي طريه وحلوه، وفي نفس الوقت ما تبقاش عاليه قوي على بق اللي هياكل. تمام. هبتدي انا بقى اخلص كده كل الصينيه، وهعمل انا بقى التانية مع نفسي. تمام.
هروح بس هنا ايه اظبط بس الدنيا كده على النار، عشان كانت طبعا ايه السمنه وانتوا عارفين الجو لسه ساقعه وكده، فمع ركنتها كانت متجمده شويه. ابتدي بقى كده افرد كده انا ايه بقى اللحمه على الرقاق. تمام. يعني عايزه اقول لكم ان العزومه دي، انت لما يبقى ما عندك عزومه اقعدي فكري ايه الاكل اللي يليق على بعضه. يعني فاهميني، يعني انا لما اقعد مثلا ابقى عندي عزومه ابقى عارفه ده بيليق مع ده، وده بيبقى واخد طعم ده. يعني انت هنا عامله الكوسه وعامله صينيه الرقاق وعامله البطاطس لايقين جدا على بعض. فاهميني. عامله معاهم مثلا شويه ملوخيه، عامله مثلا معاهم شويه لسان العصفور. اللي ما بيحبش مثلا إيه ياكل الحاجات اللي هي النواشف، ياكل ايه مثلا إيه الخضار. ما يحبش الخضار ياكل ايه الحاجه اللي هي النواشف. تمام. ترتبي كده افكارك وترتبي كده دماغك، هتطلع معاكي العزومه حلوه جدا جدا جدا، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم. تمام. انا هنا الفيديو ده ممكن تاخدي منه اي حاجه تعمليها، مش شرط تعملي كل اللي انا عاملاه. دي كانت عزومه، ممكن انت تعملي حاجه واحده لو ما عندكيش عزومه. يعني لو ما عنديش عزومه هعمل مثلا الفراخ دي مع شويه مكرونه مع شويه رز. هعمل صينيه الكوسه بالبشاميل مع شويه سلطه. هعمل صينيه البطاطس دي مع شويه رز. فاهميني. هعمل ملوخيه ورز وفراخ بس. تمام. بس دي عشان كانت عزومه. هنا بقى بعد ما خلصت بقى خدنا اللحمه بتاعه البطاطس وحشيناها وحشينا الرقاق. دي لحمه ايه كده فاض مننا كده حبه حلوين كده. هنعمل صينيه كوسه بالبشاميل حلو جدا. حطيت انا بقى الكوسه على اللحمه اللي اتبقت، وحطيت ملح تاني وحطيت فلفل وحطيت رشه زعتر. بتخلي الزعتر بيخلي الكوسه البشاميل في حته تانية. حطيت كده حوالي معلقتين من الشوربه بس كده تتبلي ايه آه الكوسه ليها اكتر من طريقه. تمام. انا زي ما قلت لكم المطبخ ما فيهوش كتالوج، المطبخ ليه في قواعد تمشي عليها. بس انت ممكن يعني ايه، يعني انت في دماغك وبطريقتك، وان انت شاطره في الاكل الدنيا بتمشي معاكي تمام، وتعرفي ان الطبخه دي معاكي هتطلع ناجحه ولا لا. صينيه الرقاق اهي طلعت. هنا بقى بعمل ايه، بعمل الصلصه بتاعه البطاطس. جبت كده حته سمنه بلدي او زيت اللي يعجبك خالص. تمام. حطيت عليها فصين من الثوم. لما خدوا لون كده رحت نازله عليها بمعلقتين من الصلصه، حورتهم كويس جدا. وهنزل بقى ايه بكميه شوربه كده على قد البطاطس اللي عندي. هم عاملين لي كده 2 بايركس كده، واحد كبير واحد صغير، كان طعمها حلو جدا. جربي البطاطس دي كده جميله جدا. بتتحط عليها ملح وشويه فلفل غلوتين. تمام كده. والفرن والعه مطرح الفراخ ومطرح الرقاق. بصوا هسقي بقى الفراخ. عايزه اقول لكم طعمها كان خطير جدا جدا جدا. جربيها هتعجبك قوي 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 البطاطس دي. تمام. حلوة جدا جدا جدا. طعمها حلو. ريحة التومة في الصلصة مخلية البطاطس طعمها في حتة تانية. ابتدي بقى ان انا خلاص سقيت كده الكمية اللي انا عايزاها. وهبتدي بقى اغطي كده بورق الفويل ودخلتها الفرن. لما غليت غلوتين رحت معرياها وخدت ايه كده مع نفسها كده لون حلو. هنزل بقى هنا برضو بمعلقتين كده سمنة بلدي. هنزل بكوباية دقيق. يعني كمية، يعني كوباية الدقيق تاخد معاكي نص كوباية ايدام. تمام. حطيت كده شوية من الزيت بس اقلب في شوية الدقيق معانا. تمام زي الفل. هنزل باللبن، هنزل بكوبايتين من اللبن. وبعد كده هكمل الباقي شوربة. وكان عندي كريمة لباني اللي انا كنت كريمة الطبخ اللي انا كنت عملتها معاكم في رمضان. تمام. حلوة جدا وهعيدها معاكم تاني. الكريمة دي هعملها معاكم اكتر من مرة واكتر من طريقة، بتنفع جدا في البيت لان كريمة الطبخ غالية جدا، فدي بتبقى البديل بتاعها. تمام. هنزل كده برضو بالشوربة لحد ما ياخد القوام اللي انا عايزاه. تمام. احط بقى شوية ملح وشوية فلفل ورشة بسيطة كده من جوز الطيب. واحط كده حوالي نص كوباية من الكريمة اللي انا كنت عاملاها معاكم في رمضان. هقلب بقى كويس جدا. هنزل بقى بالكوسه كلها كده زي ما هي كده. ابتدي بس اظبط الدنيا عشان تبقى كل الكوسه فيها لحمه وفيها كوسه وفيها من التتبيله بتاعه اللحمه، يعني تبقى الدنيا تمام. اهزها بس كده شويه هسويها. عايزه اقول لكم صينيه الكوسه دي اتنسفت كانت تحفه جدا. هنزل بقى كده عليها بالبشاميل زي ما قلت لكم. كوبايه دقيق. البشاميل اللي عملته كوبايه دقيق، نص كوبايه من الايدام. تمام. كوبايتين من اللبن. وفضلت ان انا اخد من الشوربه كده لحد ما القوام اتظبط معايا زي ما انت عايزه. نزلت عليهم بنص كوبايه كريمه طهي اللي انا عاملاها في البيت. خلاص تمام. دخلتها بقى التوستر عشان كان البطاطس في الفرن. وابتديت هنا ان انا احمر بقى شويه بتنجان كده. بصوا الاكله دي يليق معاها مخلل، يليق معاها بتنجان، يليق معاها سلطه. انا اللهم لك الحمد عملت يعني كله هتشوفوا على السفره دلوقتي. خلاص كده نحمر بقى. حمرنا البتنجان ونحمر بقى الفلفل. وتعالوا نعمل مع بعض احلى دقه بتنجان. انا بتعجبني جدا ومش بتتعبني.
تمام. اللي يعني بيشتكي من القولون وكده هتحطي مكون واحد على البتنجان. كل مره بعمله معاكي، بس بقول كده لحبايبي الجداد اللي دخلوا القناه. معانا كده شويه فلفل الوان، أنا دايما فرماه ولفاه على النار كده لفه بشويه زيت وشويه ملح وشويه ليمون كده، بيفضلوا معايا كده في التلاجة مش عايزه اقول لكم. حطيت هنا بقى فلفل الوان، وحطيت توم، وحطيت ملح، وحطيت كمون، وحطيت كده رشه من النعناع. دي بقى بتخلي البتنجان في حته تانية، ومش بيعمل لك ريحه مهما اكلتي منه، مش بيتعب لك القولون. وحطيت خل، وحطيت ليمون، حطيت بقى شويه ميه، وهجيب بقى معاهم ايه شويه بابريكا. تمام. هنا بقى كان من ضمن العزومه اختي فديتها ايه تعمل البتنجان. هنعمل بقى كده شويه رز حلوين جدا بالشعريه. معانا كده شويه زيت عشان بيلمعوا كده الرزايه، ومعايا كده شويه سمنه بلدي. عايزه اقول لكم ان السمنه البلدي والزبده النيوزيلندي بيودوا الرز في حته تانية. الناحيه التانية بقى كده هناخد ايه، هناخد كميه الشوربه اللي احنا عايزينها من الشوربه القمر اللي احنا عاملاها. هنعمل ملوخيه. احلى الملوخيات اللي بتعامل معاها هي جيفريكس. هبتدي بقى بصوا يعني ايد هنا وايد هنا، يعني خليكي يعني زي ما بيقولوا كده في مجالنا مفيش مقارنه على راي بابا المجال. بصوا عايزه اقولك انت في المطبخ لازم تبقي مركزه ومصحصحه وواعيه لكل حاجه. بصي تلاقي نفسك ما شاء الله قمتي بعزومه، لا قمتي بفرح طول ما انت مركزه. شويه ملح بقى، شويه فلفل كده، واحده لورا واحده حبهان، وتنزلي عليهم بالميه المغليه على شويه الرز دول، حاجه كده قمر. بحط نص كميه الشعريه، يعني انا لو هعمل كيلو رز احط مثلا ايه نصهم شعريه او العكس. تمام. وادي معانا صينيه الكوسه قمر قمر قمر. وادي معانا البتنجان ما شاء الله اللهم بارك، يعني تحدث عن نفسه. والملوخيه هناك شغاله كده مع نفسها، موطيه عليها كده تسيح مع نفسها. معانا بقى كده شويه شوربه. دي اختي هزت الكاميرا، عماله اقول لها كل بصور مش معانا خالص. هنا دي الفراخ بس ما بانتش قوي، دي الفراخ المسلوقه دهناها لبن وشويه زيت، بتطلع حاجه كده وهم. خلاص كده شوربتي كده تمام وظبطت وكفت ووفت معايا، اللهم لك الحمد. هغطي بقى واقفل كده لحد ما يجي ايه ميعاد الاكل. هنا بقى معانا كده خلاص الملوخيه تمام. حته سمنه بلدي، شويه توم، شويه كزبره ناشفين، واول ما ياخدوا لون هاخد منها بس كده ايه زي معلقه صغنونه كده، هحطها على الملوخيه قبل ما تحمر خالص. طعمها حلو جدا، جربوا التركه دي حلوه جدا يا جماعه. ولما حمرت بقى الباقي طشيت بقى الملوخيه. مش عايزه اقولك الريحه كانت ايه. ويلا بقى نشوف سفرتنا الجميله. ادي سفرتنا ما شاء الله لا قوه الا بالله. الف هنا وشفا على اللي كل. عملنا بقى سلطه وطلعت بقى مخلل من اللي كنت عاملاه قبل رمضان معاكم، كان جميل جدا. وادي الكوسه والبطاطس، وادي الفراخ المتحمره اللي هي المسلوقه. بصوا الزيت واللبن بيدوها لون حلو ازاي. وادي صينيه الفطير التانية والرز، وادي صينيه البطاطس التانية وشويه الملوخيه. بصوا حبة البتنجان بقى دول عسل. وادي الشوربة، حاجة كده ما شاء الله لا قوة الا بالله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. الحقيقة احلى مع غدا عشان يوصلك مني كل جديد. وماما بتقول لكم باي باي. باي يا حبيبتي، باي يا امي.